يبدأ بجاك مهندس تصليح محطات مية مسافر لدولة آسيوية مع مراته آني وبناته، وبيكون مسافر عشان هيشتغل في شركة هناك. واحد مراته وبناته عشان يتفسحوا ويغيروا جو. المشكلة لما بيوصلوا مش بيلاقوا عربية توصلهم من الفندق، فبيجي شخص اسمه هاموند وقال لهم أنا رايح نفس الفندق تعالوا معايا، وفعلا بياخدهم معاه في العربية. في الوقت ده في نفس المدينة بيكون في مقابلة بين رئيس الوزراء مع رجل أعمال أمريكي، وبيتفقوا على افتتاح محطة مية اللي جاكا يشتغل فيها. المشكلة ان بعد اللقاء ده الشعب بيقتل رئيس الوزراء لانه بيتعاون مع الامريكان، وجاك المسكين بيلاحظ ان الدنيا مقلوبة بس مش فاهم فيه ايه. وبيوصلوا للفندق بالسلامة وكل حاجة ماشية تمام، لكن لما بيشغل التلفزيون بيلاقي الارسال مقطوع، ولما بيرن على موظفين الفندق بيتفاجئ ان الهاتف كمان مش شغال، فبينزل بنفسه يشوف حل للموضوع ده. لكن الموظف قال له ان الارسال مقطوع عن الفندق كله. قال له عيب، ده احنا امريكان يعني ضيوف عندكم. بالليل وهو نايم بيلاقي ان مراته مش موجودة، وبيتفاجئ انها قاعدة بتعيط في الحمام لانها مش مبسوطة وحاسة انها عايشة في سجن. وتاني يوم بينزل يسأل عن جرايد في الفندق، لكن الموظف قال له اشتري من السوق. فبيطلع يتمشى في المدينة وبيتفرج على المحلات، وبيفضل ماشي لحد ما وصل لمحل جرايد، لكن البياع بيكون منتهي الصلاحية وبيفضل باصص له وما بيتكلمش. في الوقت ده بيلاقي انقلاب شعبي ضد الحكومة بسبب تعاونهم مع الامريكان، وبتقوم بينهم مجزرة، فبيحاول يهرب من المكان بأي طريقة. وبيفضل يجري ناحية الفندق عشان ياخد أسرته ويمشي. وأول ما وصل للفندق شاف موقف صدمه، بيلاقي الشعب ماسك شخص أمريكي وبيقتله، ولأن شعره أصفر وعينه خضرا بيفهموا إنه أمريكي وبيهجموا عليه. فطلع بسرعة على السلم وخلعه ورماه. بيلاقي عمال الفندق بيحاولوا يمنعوهم من الدخول لكن بيدخلوا بالعافية، فبيطلع بسرعة عشان ينقذ أسرته. وحكى لزوجته اللي حصل، بس اتفاجئ إن بنته سبقته على حمام السباحة وجري بأقصى سرعة قبل ما حد يأذيه. وأني بتسمع صوت قدام باب الشقة، فطلبت من بنتها تستخبى في الحمام، ولما بصت من العين السحرية اتفاجئت بالمشاغبين وهم بيقتلوا الأمريكان في الشقة اللي قدامها، وبعدين حاولوا يقتحموا الشقة بتاعتها. في الوقت ده جاك بيلاقي بنته في المية ومش على بالها أي حاجة، فخدها وهرب، لكن المشاغبين شافوه وداروا وراه. وأثناء ما كان طالع على السلم طلع عليه واحد ولسه هيقتله. هاموند أنقذه في آخر لحظة ودخل لمراته وقال لها لازم نطلع على السطح حالا. وفعلا بيطلعوا بيلاقوا الامريكان كلهم مستخبيين فوق، بس بيكونوا فاقدين الامل ومتاكدين انهم هيموتوا في اي لحظه. وجاك المسكين شايل هم مراته وولاده البنات ومش عارف هيتصرف ازاي، بس كان على يقين ان السفاره الامريكيه هتنقذه. وفعلا بتوصل الهليكوبتر ان الناس كلها مستنياه، لكن بيتصدموا صدمه حياتهم. لكن الطيارة بتشبك في سلك لوحة إعلانية وبتقع وبتنفجر، وبيقتحم المتمردين السطح. في اللحظة دي جاك بيضطر يعمل اللي محدش يتوقعه، وهو إنه هيحدف بناته على السطح ده، وبيحاول يقنع إيمي إنها تنط الأول، لكنها بتكون مرعوبة وبتحاول تكسر حاجز الخوف لكن بتكون مترددة، وفي الآخر بتجمد قلبها وبتنط. وبعدين بيتكلم مع بنته وبيطمنها، وفجأة بيهدفها للناحية التانية. المشكلة وهو بيحدف بنته التانية مسكت فيه من الخوف وكانت هتقع منه، والمشاغبين قربوا عليه، فبيكتف بنته بالحزام عشان يقدر يهدفها. وفعلا بيهدفها بكل قوته وقامت تمسكها، وبعدين بينط بعدهم على طول وبيحاول يفتح باب السطح لكن بيكون مقفول، فبينزل على العمود وبينزل وراه بناته وآني. فبيتفاجئ انهم جايبين دبابة ليقتلوا بيها، فبيدخل بسرعة جوه المبنى والدبابة بتضرب في اتجاهه بس محدش بيتأذي فيهم. والمشكلة الأكبر إن مجموعة المشاغبين بيطلعوا يدوروا عليهم، فبيستخبوا تحت المكتب ومش بيطلعوا أي صوت عشان ما يحسوش بيهم. ولما مش بيلاقوهم بيمشوا بيدوروا عليهم في مكان تاني، وبعد شوية بيشوفهم مشي ولا لسه بيلاقيهم ماسكين 4 أمريكان وبيعدموهم، فبيتصدم من دحدان قلبهم. وبيدخل عليه شخص تبع مجموعة المشاغبين وبيبلغ المجموعة إنهم موجودين هنا، لكن جاك جرى عليه وكتم بقه، ولما حاول يهرب منه اضطر إنه يقتله، وبياخد مفتاح
بيفتح الموتوسيكل بتاعه وبيلسم وشه هو وأسرته وبياخد الموتوسيكل وبيمشي، وفجأة بيلاقي مجموعة المتمردين قدامه فبيخاف يلف ويرجع عشان محدش يشك فيه، وبيضطر انه يعدي من وسطهم، لكن واحد فيهم بيفضل باصصله وبيشك انه امريكي، بس الموضوع بيعدي على خير. واول ما وصل للسفارة لقى جنود امريكية ميتة، وفجأة بتنفجر كلها، والمشكلة ان المتمردين خدوا بالهم منه وداروا وراه، فبيضطر يدخل مشتل يستخبى فيه. صاحب المشتل هددهم بالمقشة بس تعاطف مع بناته وسابهم يستخبوا عنده، لكن المتمردين بيقتحموا المشتل وبيهددوا العجوز بالقتل، فبيصعب على اني وبتحاول تلفت انتباههم قبل ما يقتلوه، وبيحاول جاك